السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي عايزين نعمل مع بعض الشاتو جاتو بالكراميل. جميل جميل، هو يعتبر زي فانيليا كده، بس احنا هندخل معاه كريم الكراميل، فبيخليه طعمه جميل جدا وهيعجبكم قوي إن شاء الله. احنا معانا هنا كوباية ونص دقيق، طبعا منخول 4 مرات، ما اقولكوش نخلته كتير قوي بصراحه، ومعاهم معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح، وعندنا هنا كوبايه سكر وكوبايه الا ربع زيت وبيضتين ومعلقه خل وكوبايه لبن وفانيليا وكيس كريم كراميل. هنحط ايه بقى مع بعض في الخلاط؟ انتوا عارفين انا ما بعرفش اضرب، انا طبعا اللي بصور فما بعرفش اضرب وانا شغاله. هنحط مع بعض ايه بامر الله؟ نحط السكر وهنحط 3/4 اللبن، لو احتاجنا بقيه اللبن بنحطه، بس انا بحط في الاول 3/4 اللبن، وكوبايه السكر وبحب احط معاهم نقطتين كده فانيليا، نقطتين فانيليا علشان اللبن، وبرده لما هاجي اضيف البيض بحط برده فانيليا. فانا هحط برده نقطتين فانيليا مع اللبن مع السكر مع الكريم كراميل مع الزيت بس. هسيب البيض والخل في الاخر، هقول لكم هنضيفهم امتى مع الدقيق. احنا دلوقتي هنضيف اللبن، السكر، الكريم كراميل، الزيت، الفانيليا في الخلاط بامر الله ونضربهم، وبعدين نشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، انا لون الكريم كراميل مش عاجبني، مبيض شويه، فانا حبيت احط عليه لون اصفر واقلبه بيه، وبرده حطيت لون اصفر على الكيكه وقلبتها بيه عشان انا عايزاه اللون ده، انا عايزه الكريم كراميل يبقى اللون ده كده. فعندك لون طعام اصفر ممكن تقومي حاطه ومقلباه، هيبقى يعطيكي لون جميل قوي بصراحه في الاخر. احنا كده بقى خدنا كوبايه اهي، بعد ما ضربناه كله في الخلاط بناخد كوبايه ونعينها في التلاجة، وبعد كده نجيبها بعد ما بنخلص الكيكه خالص. هنبدا نحط في الخلاط بقى البيض وعليه الفانيليا، برضو نحط فانيليا على البيض، وسيبنا طبعا حبه اللبن دول زي معلقتين كده هنحطهم هما كمان، ومعلقه الخل دول هنضربهم في الخلاط تاني على بقيه الخليط، لان احنا خدنا كوبايه بس، احنا واخدين كوبايه بس، هنعمل بقيه الخليط بقى في الخلاط، هنحط عليه البيض وباقي اللبن ومعلقه الخل والفانيليا ونضرب تاني. اهو ضربنا الخليط في الخلاط بقى شكله كده فوم حلو جميل. هنبدا بقى نضيفه على الدقيق ونقلب كويس بالمضرب السلك. وعلى فكره انا كنت حاطه انا مبطنه القارب، حاطه له زبده ومبطناه بالدقيق الاول، ومولعه الفرن برده على درجه 180 عشان برده ياخد وقته ويسخن، وبعدين نقوم مدخلينه باذن الله. اهو يا حبايبي نبدا ان احنا بقى باذن الله نقلب في اتجاه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا حبايبي، وطبعا خبطتها زي ما انتوا عارفين ان احنا بنشيلها ونخبطها علشان بس ايه الهواء يطلع منها. شايفين الفقاعات طالعه منها ازاي؟ بس بقى المفروض ان هي كانت الكميه تتحط في قارب اصغر من ده شويه، فطبعا هي مش هتطلع عاليه قوي، هتطلع بسيطه ما هيش عاليه قوي. لو هي عايزينها عاليه بتتحط في قارب اصغر من ده شويه. انا القارب بتاعي كبير قوي بصراحه، بس انا حطيتها فيه علشان انا عايزاها مستطيله، عايزه الخرط تكون مستطيل. هنشوفها هتطلع من الفرن شكلها ايه ونشوفها مع بعض ان شاء الله. اهو يا حبايبي لسه طالع من الفرن، بصوا ما شاء الله، وطريه جدا، شايفين عامله ازاي؟ طريه جدا. طبعا انا هسيبها تهدى بقى لان هي ما سخنه، ما ينفعش ان احنا نيجي جنبها وهي سخنه. تهدى نقوم عايزين نسقيها مثلا لبن، بنسقيها لبن. مش عايزين نسقيها خلاص براحتنا، عايزين نحشيها بنحشيها، عايزين نحط بقى ما تبرد نقوم حاطين فوقها الخليط اللي احنا عاينينه، وبتبقى ما شاء الله طعمها روعه. طبعا عايزاها تبقى تخينه شويه مش رقيقه، بتحطيها في المقاس بتاع القارب صغير، ما بتحطيش في مقاس كبير.
اصغر من ده شويه. طبعا انتوا عارفين ده قد ايه اهو قدامكم، كبير طبعا مش صغير، فعلشان كده بتطلع رقيقه معايا. المفروض ان احنا بنصغر مقاس بس القارب شويه بنفس المقادير، تطلع جميله جدا زي ما انتوا عايزين بالظبط باذن الله. لما تهدى اوريها لكم ان شاء الله هنعمل فيها ايه. اهي يا حبايبي بعد ما حطيت عليها الكاستر اللي انا كنت عيناه في التلاجة، وتحسوا ان هو معرق شويه كده، طبعا مشيت عليه السكينه دي بالجنب كده بالراحه، فادت له التعريجه الجميله دي. هنبدا بقى نحط الكراميل اهو يا حبايبي. بعد باذن الله كده ما انا قسمت طبعا القارب بالطول وعملتها كقطع جاتوه. طبعا انتوا شايفينها اهي شكلها ايه. ده بقى عملته رقين بحيث ان يبقى زي قطعه الجاتوه كده، بس بصراحه طعمها جميل جميل جدا والله. هتجربوها وهتدعولي ان شاء الله. ما تنسونيش بقى لايك، سبسكرايب، تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.